اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خد بالك، خد بالك، محدش هيجي يقولك أنا آسف. أنا آسف إني طلعت إنسان أناني وما بفكرش غير في نفسي ومصلحتي ومزاجي وبس، وبستمد منك كل أنواع الطاقة وقت ما أحب، ولا هيجي يعترف لك إنه قد إيه مصاص طاقة، ولا شعور مستنزف من الدرجة الأولى، وإنه إنسان مستغل. ولا هيتكلم عن بشاعة أنانيته وإنه جاي عليك بزيادة ومش شغله إذا كنت أنت متضرر من تصرفاته وجشعه وأسلوبه ولا لأ، وإنه شعور الأنا مسيطر عليه. للأسف شغله مظهره الخارجي بتاعه بس، بيهمه شكله في عيون الناس وانطباع الغير عنه، بغض النظر عنك وعن متطلباتك انت واحتياجاتك انت. محدش هيجي كده يشوه صورته قدامك ويعترف لك بمنتهى الأريحية إنه عايش عشان ياخده بس، متناسي ولاغي تماما العطاء من قاموس تعامله معاك. فريح نفسك، ريح نفسك. محدش بيشوف عيوبه غير الشخص السوي اللي بيفكر في الناس وبس، وما بيقولش أنا ومن بعد الطوفان. ربنا يعطركم في الناس الطيبة اللي قلوبها طاهرة وتخاف عليكم زي ما بتخاف على نفسها.